السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا كل متابعينا على قناتنا كريز وحباين، يا رب تكونوا في أحسن حال. النهاردة إن شاء الله معانا تورتة اللي قدامكم دي هنعملها إن شاء الله بكل تفاصيلها، بس يا ريت تخليكم معانا بقى عشان تشوفوا عملناها إزاي بكل الخطوات، وما تنسوناش بقى في اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. يلا نبدأ بقى. أول حاجة معانا الكيكة. الكيكة هنا أنا هعملها على مرحلتين. أول حاجة معانا 3 بيضات وربع كيلو من الاسبونج الجاهز، وربع كوباية من المَيّة والفانيليا والخل. هاضرب بقى كده ال3 بيضات مع الفانيليا والخل وكمان معلقة صغيرة من المُحسِّن، هاضربهم كده مع بعض ضربة لحد ما البيض يعمل فوم، وبعد كده هاحط المَيّة وهاحط بقى الاسبونج بتاعي. الاسبونج ده اسبونج جاهز ما بيحتاجش أي إضافات من عندِك، فيه السكر بتاعه وفيه كل مكوناته، أنتِ يا دوب بس حضرتِك بتحطي المكونات اللي إحنا قُلناها بس. هاضرب بقى البيض كده زي ما حضرتِك شايفة مع المُحسِّن والخل والفانيليا، الفانيليا سايلة، لو حضرتِك ما عندكيش السايلة هتحطي البودر عادي، بس السايلة بتبقى أقوى من البودر. وطبعًا معلقة الخل هنا بتدّي هشاشة وكمان بتقضي على زفارة البيض. هنحط بقى ربع كوباية من المَيّة، وبعد كده هنضيف الإسبونج بتاعي. الإسبونج ده إسبونج شوكولاتة، هنفضل نضرب فيه كده لحد ما يعلى معايا وقوامه يتغيّر كده ويتماسك، وكمان اللون بتاعه هيفتحها خالص، زي ما حضرتِك هتشوفي معايا كده. أنا ليه هنا باعمل الكيكاية دي على مرحلتين، لإن هنا أنا هاستعمل تقريبًا 600 جرام من الإسبونج، فأنا لو ضربتها مرة واحدة مش هيدّيني الارتفاع اللي أنا عاوزاه. ضربت بقى الأول الربع كيلو زي ما حضرتِك شايفة كده، وبدأت أجيب الصينية بتاعتي. الصينية دي مقاسها 25 في 35، صينية مستطيلة زي ما حضرتِك شايفة. هابدأ أحط فيها كده، حطيت فيها ورق زبدة ودهنتها بمادة دهنية، وكمان رفعت الجوانب بتاعتها بورق زبدة عشان يكون أنا عاملة احتياطي عشان ارتفاع الكيكة. هابدأ أعمل الجزء التاني من الكيكة، ده 350 جرام من الإسبونج مع 4 بيضات وفانيليا وخل برضه وتِلت كوباية من المَيّة ومعلقة برضه صغيرة من المُحسِّن. نفس الطريقة اللي عملناها قبل كده هي اللي هنعملها بنفس التكنيك هو. أرجع بقى أقول لكم بقى حضرتِك بنضرب تاني على مرتين ليه، أو الكيكة على مرتين ليه؟ لإن لو حضرتِك ضربتيها على مرة واحدة زي ما قُلت لحضرتِك مش هتدّيكِ نفس الارتفاع. أنتِ ممكن تشتغلي نُص كيلو أو ال600 جرام مرّة واحدة، بس هتلاقي الارتفاع هنا مختلف. عشان كده أنا باقسم المقدار بتاعي على مرّتين وباضربها على مرّتين، وما فيش أي مشكلة. أنا باضرب الجزء الأولاني واحطه في الصينية واخلّيه جنبي كده زي ما حضرتِك شايفة، وبعد كده باضرب الجزء التاني واحطه عليه. أهم حاجة إن أنا في الضرب ده باحاول إن الكمية اللي أنا باضربها تعلى معايا وتدّيني القوام المضبوط ليها بالضبط. هاحط بقى المقدار التاني على الأولاني زي ما حضرتِك شايفة كده، وفي الوقت ده طبعًا أنا مشغّلة الفرن على درجة حرارة 180 على الرف الأوسط. هاحطها هتدخل كده لمدة تقريبًا يعني ساعة، ساعة ل10 دقايق حسب الفرن بتاع حضرتِك. كل فرن وبيبقى ليه يعني إيه ظروفه، يعني في فرن حامي، في فرن هادي، فطبعًا حضرتِك بتبقي أدرى بالفرن بتاعِك. هاتابعها كده ممكن بعد نُص ساعة هاتابعها. هاختبرها طبعًا من النُص قبل ما أطلّعها يا جماعة. كده أنا كنت طلّعتها طبعًا وسِبتها ريّحت. الأحسن حضرتِك إن أنتِ تسيبيها لتاني يوم لو متاح عندِك وقت. كل ما بتسيبيها يعني مثلًا يوم كامل بتدّيكِ نتيجة أحسن في التقطيع وفي الشغل معاها. لكن لو أنتِ مستعجلة عليها ممكن بعد 3، 4 ساعات تشتغلي فيها ما فيش أي مشكلة. هاجيبها كده بقى وأبدأ أشيل الوش بتاعها. طبعًا الوش ده كذا مرّة أقول قبل كده إن الوش ده بيبقى ملزق بيبقى فيه تجميعة زفارة البيض، فأنا مش محتاجاه خالص وما بيبقاش مريح أبدًا في الشغل، فالأحسن إن حضرتِك تتخلّصي منه تمامًا. وكمان لو في ضهر الكيكاية برضه في أي حاجة، هي ما ضهر الكيكاية بتاعتي ما كانش فيها أي حاجة، فأنا كنت باشيل يا دوب على الحروف خالص، لكن الوش بتاع الكيكة لازم يتشال خالص وتنضّفي الكيكة منه. بعد كده بقى هابتدي أشيل الحروف، أخفّفها كده عشان لو الحروف دي ناشفة والّا أي حاجة أتخلّص منها وأسويها كده وتبقى الكيكاية عندي متساوية تمامًا. زي ما حضرتِك شايفة كل طبعًا الجزء ده أو الكيكة دي اللي بتطلع دي ما بتترميش. ممكن لو حضرتِك بتطلّعي منها يعني حبّة حلوين كده ممكن تعملي بيهم كابات، لكن أنا زي ما حضرتِك شايفة أنا ما باهدّرش فيها خالص وباخدها على ما فيش، يعني باطلّع فيها حاجات بسيطة جدًا. بعد كده بقى هاجيب المنشار وهاضبطه على فوق القاعدة بشوية، يعني أنا ما بين التسعة وبين القاعدة. وهابدأ أقطّع الكيكة بتاعتي هتدّيني 3 طبقات، طبقات يعني حجمها حلو جدًا، مناسبة جدًا الحجم اللي أنا باشتغل بيه.
جِبت بقى كريم شانتيه، الكريم شانتيه يا جماعة أنا عاملاه على القناة قبل كده في فيديو مفصّل، بس وإحنا شغّالين برضه هاقول لكم أنا عاملاه إزاي ومقاديره كانت إيه. وجِبت القاعدة بتاعتي، القاعدة طبعًا بتبقى أكبر من مقاس التورتاية بشوية، عشان تدّيني مساحة إن أنا أشتغل وأقدر أجلِّس براحتي. وجِبت أول طبقة كده من الكيكة حطيت عليها شربات خفيف، الشربات ده معمول إزاي، كوباية من المَيّة، عليها كوباية من السكر، على النار كده مع عصرة ليمونة، يغلوا غلوتين كده مع بعضيهم، ويعني 3 دقايق مثلًا أو 4 دقايق على النار، وبعد كده أطفي عليها وأسيبه يهدى قبل ما أشتغل بيه. ممكن حضرتِك تسقي بحاجات تانية، إن أنتِ ممكن شوية نوتيلا متدوبين كده في مَيّة سخنة أو في لبن سخن، يعني عندِك اختيارات، شوية جناش برضه دوّبيهم كده في شوية مَيّة. حطينا بقى طبقة من الكريمة زي ما حضرتِك شُفتِ، اللي أنا وريته لِك ده الجناش اللي أنا باعمله، جناش اقتصادي أنا عاملاه على القناة برضه، ليه فيديو مفصّل على القناة موجود بكل تفاصيله، اقتصادي جدًا ما فيهوش كريمة لبّاني ولا فيه أي تكلفة، معمول بالمَيّة. حطيت بس سيّحت بقى شوية كده على حمّام مَيّة وبدأت أحُط فيه ما بين الطبقات. هنا بقى جِبت مُربّى الحليب، مُربّى الحليب يا جماعة بتدّي طعم حلو أوي للتُّورَت، وبالذات في الحشوات بتبقى يعني طعمها قيّم جدًا، وبتنال إعجاب أي حد بصراحة بيدوقها. ال ال العلبة دي أنا كنت جايباها ب60 جنيه، يعني هي كيلو ب60، بس أنا مش عارفة بصراحة يعني هي في الوقت الحالي مع زيادة الأسعار مش عارفة هي وصلت لكام دلوقتي، هي ممكن تكون زادت شوية. خدت منها حبّة زي ما حضرتِك شايفة كده، وبدأت أضربهم بالمضرب عشان أنعّمها خالص وتبدأ تشتغل معايا يعني واحاول إن أنا أوزّعها كده على الكيكاية بتاعتي أو على التورتاية بتاعتي. الطريقة دي إن أنتِ بتضربي بُصّوا بتنعم معايا إزاي وكمان لونها بيفتح. المربى الحليبي يا جماعة زي ما قُلت لكم من الحاجات الحلوة أوي اللي بتدّي طعم حلو أوي للتورت، سواء حضرتِك زيّنتِ بيها أو خلّيتيها من جوّه. جِبت الطبقة التانية من الكيكة وبدأت برضه أعمل نفس الخطوات، حطيتها برضه حطيت عليها شربات، وبعد كده طبقة من الكريمة. زي ما حضرتِك ملاحظة كده أنا باحاول أساوي الكريمة بتاعتي الطبقة بتاعتي، عشان لو أنا ما ساويتش وكانت عندي طبقة عالية وطبقة أو جزء عالي وجزء منخفض، ده هيأثّر على التورتاية في الآخر وألاقيها مش مضبوطة. حطيت بقى شوية من المربى الحليب زي ما حضرتِك شايفة كده، وبعدين هابدأ أحُط بقى الطبقة التالتة والأخيرة، هاحاول إن الطبقة الأخيرة تبقى أكتر طبقة مضبوطة عندي، عشان يعني ما تتعبنيش في التجليس. بعد ما حطيتها بصراحة لقيت يعني الحروف كده مش مضبوطة، فبدأت أشيل الحروف الزيادة بالسكينة أو بالترانش كده. برضه نفس الخطوات هاعملها برضه وهاسقيها. زي ما قُلنا لحضرتِك ممكن في إن أنتِ اختيارات كتير إن أنتِ تسقي بيها التورتاية بتاعتِك. هابدأ بقى أجلِّس التجليسة الأولانية، أنا زي ما حضرتِك شايفة باحُط كمية من الكريمة مش كتير أوي، عشان أجلِّس فيها التجليسة الأولانية، اللي هي بتاخد بقى بواقي الكيك وأي يعني أي حاجة من الكيكة ممكن تطلع مع الكريمة، التجليسة دي بتاخدها، وبعد كده باحُط بقى طبقة محترمة من الكريمة عشان أجلِّسها وتبقى الطبقة النضيفة اللي هتبقى شكلها يعني تدّيني شكل حلو للتورتاية بتاعتي. بدأت بقى كده بالspatula أسوي بيها وبالscraper كده من الجناب، باحاول أسوي بيها زي ما حضرتِك شايفة كده، باحاول أملى أي فراغات موجودة، يعني هاحاول أسويها على قد ما أقدر، لإن التسوية اللي أنا هاعملها هنا أو التجليسة اللي هاعملها هنا مضبوطة، هتريحني في التجليسة النهائية لمّا أحط الطبقة التانية، تمام؟ وزي ما حضرتِك شايفة كده أنا باحاول بالscraper كده آخد من الجوانب وأحاول أضبّط كل الجوانب وحتى سطح الكيكة كده أو سطح التورتاية بتاعتي أضبّطها خالص. جِبت بقى كمية الكريم شانتيه تاني، وبدأت بقى أحُط بالكيس كيس تلاجة عادي، أنا ليه هنا باستخدم كيس، لو حضرتِك مش عاوزة تستخدمي كيس ما فيش أي مشكلة، بس الكيس أنا باحس إن هو بيوزّع لي توزيعة مضبوطة جدًا للكريمة، يعني إيدي بتبقى موزّعة الكريمة بطريقة صح، فبدأت بقى أحُط برضه أوزّع الكمية كده، وبدأت بالscraper وبالspatula يعني أجلِّس بقى التجليسة النهائية، زي ما حضرتِك شايفة كده بُصّوا كمية الكريمة اللي أنا حاطاها ما فيهاش أي بواقي كيكة خالص ولا أي حاجة ظاهرة معايا، وباحاول بقى أي مكان ما فيهوش كريمة كافية باحط له الكريمة، لو في الجوانب بتاعتِك بتاعة اللفة بتاعة التورتاية دي فيها حتت ظاهرة ممكن بالترانش كده تشيلي الجزء اللي ظاهر ده زي ما حضرتِك شُفتِ كده أنا عملت، بعد كده تحطي عليها كريمة وتغطيها تمام.
بُصّوا زي ما أنا باعمل كده، أيوه هي دي الحركة بالضبط اللي أنا عاوزاها. بدأت بقى آخُد برضه أساوي سطح الكيكة كده أو سطح التورتاية بتاعتي بالspatula كده من برّه لجوّه، وأمسح الscraper بتاعي أو الspatula بتاعي كل ما أستخدمه أمسحه، ويا سلام بقى لو في آخر مرحلة دي ما جنبِك مَيّة سخنة تحطّي الspatula بتاعتِك فيها وإيه، وتمسحيها كده بتنعّم معاكِ الكريمة وبتخلّيها مضبوطة جدًا. زي ما كل مرّة باقول يا جماعة إن مرحلة التجليس من أهم المراحل اللي ممكن حضرتِك تشتغلي بيها مع التورتاية. تعالوا بقى أقول لكم بسرعة كده الكريم شانتيه أنا عملته إزاي. كوباية ونُص من الكريمة، عليها كوباية إلا ربع من السكر وضعفها مَيّة. بس أنا ما باحطش كمية المَيّة كلّها في الأول، أنا باحط مثلًا يعني كوباية ونُص باحط لها كوبايتين من المَيّة على كوباية ونُص من الكريمة وأبدأ أضرب بيها كده لحد ما أشوف وأنا أثناء الضرب لو احتاجت مَيّة تاني ب ب يعني إيه بازوّدها. أهم حاجة إن المَيّة بتاعتي بتكون ساقعة جدًا، فيها تلج يا ريت، وكمان كمية السكر بتاعتي بتكون مناسبة، إن أنا باضرب السكر الأول مع المَيّة يدوب كده 50% تقريبًا، وبعد كده باحط كمية الكريمة واضربهم مع بعض. كده أنا خلّصت تجليس التورتاية بتاعتي، بدأت بقى أقسّمها كده بالطول، وجِبت شوية مربى حليب وبرضه كنت مدوّباهم كده بالمضرب زي ما حضرتِك شُفتِ، وحطيتهم في كيس حلواني، وعملت بيهم هاعمل بقى بيهم الخط اللي أنا هافصل ما بين النُصّين بتاع التورتاية. بس وأنا شغّالة افتكرت إن أنا لازم أعمل شلّال الجناش الأول قبل ما أخلّص الخط بتاعي ده أو الجزء بتاعي بتاع الروزيتات اللي هاعملها بالمربى الحليب. هاعمل بقى الجناش ده أحاول أضبّطه كده وأخلّيه يعني الشلال بتاعي نازل مضبوط. الجناش ده يا جماعة زي ما قُلنا كده ده معمول على القناة جناش اقتصادي، هاسيب لكم اللينك في صندوق الوصف كمان هاسيب لكم اللينك بتاع الكريم شانتيه. هاعمل بقى روزيتات من مربى الحليم زي ما حضرتِك شايفة، وجِبت برضه شوية من الجناش كنت مسيّحاهم على حمّام مَيّة، أنا باعمل كمية وباحطها عندي، ويعني لمّا باحتاجها باحط بقى شوية كده الحبّة اللي أنا هاخدهم أحطهم على حمّام مَيّة ويسيحوا كده ويرجع قوامه كويس جدًا، أبدأ بقى أصُب على التورت بتاعتي. عاوزة كمان يا جماعة أقول لكم على ملحوظة مهمة جدًا في الجزئية دي، لازم التورتاية قبل ما تشتغلي فيها في التزيين لازم تكوني حضرتِك دخّلتيها التلاجة تسقع كويس أو الفريزر، تاخد التسقيع بتاعها كويس جدًا. ليه؟ لإن ده بيساعدني على إن التزيين اللي أنا هاعمله عليها يثبت عليها وما ي إيه ما يسيحش أو ما يبقاش ياخد الكريمة وينزل، لإني أنا لو هي ما خدتش التسقيع بتاعها لو حطينا الجناش على الكريمة ممكن الاتنين ياخدوا بعض كده وينزلوا من على التورتاية وتبقى التورتاية باظت منّي وما ضبطتش، فلازم نقطة التسقيع دي مهمة جدًا. هنا أنا كنت بقى جِبت حروف بتاع كلمة happy birthday وبدأت أعمل لها كده أرصّها على الجزء الأبيض معايا. طبعًا الحروف دي أنا عاملاها بالقالب بتاع الحروف، مهم جدًا إن حضرتِك تبقى عندِك القالب ده لإنه بينفعِك في شغل كتير جدًا، بالذات للناس اللي بتطلع الكتابة ف منها يعني مش مضبوطة. الحروف بتاعة الإنجليزي بالكتابة بتاعتها بتبقى شكلها شيك جدًا على التورت، تمام. كتبت الكلمة وكتبت كمان اسم صاحب التورتاية، وبدأت بقى أزيّن فيها بالشوكولاتات. هنا جِبت أشكال من الترانسفير شوكولاتة، وأشكال كمان أنا عاملاها حلزونية كده برضه هابقى مرّة كده أورّيها لكم إن شاء الله على القناة. كل الشوكولاتة اللي أنا عملتها دي من الشوكولاتة الخام طبعًا، حطيت عليها ألوان من الدست اللي هي الدست الدهبي أنا عاوزة اللون الدهبي يبقى طاغي على التورتاية بتاعتي، وكمان يبقى لايق جدًا مع مربى الحليب. تمام. بدأت برضه أوزّع كده مالتزر كرات دهبي صغيّرة على الجزء بتاع الجناش، وهابدأ كمان أوزّع أسود على الجزء الأبيض. زي ما باقول كل مرّة إن التزيين ده بييجي يعني إيه، في الوقت اللي أنا باكون باعمل فيه التورتاية بتاعتي، يعني ما بابقاش مجهّزة أي نموذج أو حاطة تزيين معيّن في دماغي وأنا شغّالة، لكن وأنا شغّالة كده بابقى حاطة خطوط عريضة أنا هاعمل التورتاية دي إزاي، وبعد كده الحاجات البسيطة بقى اللي بتتحط أو الfinish ده ب ب يعني باشوف التورتاية هي ماشية معايا إزاي. وهي أفكار إحنا بندّيها لبعض ومش لازم حضرتِك تلتزمي بالتزيين اللي أنا عاملاه، ممكن تاخدي فكرة منّه وتزيّني بيها الحاجات المتاحة عندِك واللي موجودة عندِك في بيتِك. هنا بقى كنت جِبت شوية من المربى الحليب وبدأت إيه، أحُط فيها كده أعمل روزيتات كده على الحرف، أنا مش عارفة يعني بصراحة هو ده كان الاختيار الصح والّا لأ. بس يعني إيه، ممكن تقولوا لي رأيكم في التعليقات هي كانت شكلها كده حلو والّا كان شكلها الأول أحلى. وجِبت كمان شوية من الشوكولاتة كسّرتها وحطيتها على حروف التورتاية.
كده التورتاية بتاعتنا بتكون خلصت، يا رب تكون عجبتكم. يا جماعة بالله عليكم ما تنسوناش في اللايك، عشان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو، لإن التفاعلات على القناة قليلة جدًا، فيا ريت بقى ما تنسوناش في اللايك وتسيبوا لي تعليق حلو كده يشجعني عشان أعمل حاجات أكتر وأكتر، وإن شاء الله أشوفكم في فيديوهات جاية كتير، وأترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.